مستحيل شيستك يتطور لو بتعمل الحركه دي. اكبر سبب مضيع عليك تطور شيستك مش انك بتتمرنه بشكلين او ثلاثه او حتى انك ماشي على نظام الهاي انتنستي لو فوليوم. السبب الرئيسي اللي مخلي شيستك ثابت ومش بيتطور هو انك بتعمل قرش في كل تمرينه. ازاي ده؟ تعال افهمك. محتاجين الاول نفهم ان الشيست ليه 3 اجزاء، وعشان تمرنه بالكامل محتاج انك تودي دراعك فوق عشان تستهدف الشيست العلوي، وبشكل افقي عشان الجزء الوسط، ولتحت عشان الشيست السفلي. ولو جينا حللنا الفراشه وانت عامل قرش وثبت دراعك في المدى اللي انت بتلعب فيه وقمت وقفت من غير ما تغير مكان دراعك، هتكتشف ان دراعك رايح لتحت في اتجاه الشيست السفلي بسبب القرش. ولو لعبت وظهرك مفرود وعملت نفس الحركه بالظبط وقمت وقفت، هتلاقي انك موجه دراعك في اتجاه الالياف الوسطى. ومن هنا نفهم انك في كل تمارين الشيست لازم تلغي موضوع القرش وتفرد ظهرك عادي. وانا متفاهم ان موضوع القرش مشهور جدا بين اللعيبه على انه بيطور الشيست، ولكن دي من اكبر المعلومات المغلوطه المنتشره ومحتاجه المسح من المجال كله. ولو حابب تكون عارف معلومات زي كده واكتر وتكون سبب في تطور بنائك العضلي، ما تنساش تعمل فولو. ولو انت على اليوتيوب فاعمل سبسكرايب عشان شابتر التشريح اللي هيفهمك كل عضله مكونه من ايه وازاي تتمرنها صح من كورس من غير مدرب هينزل على القناه خلال ايام ان شاء الله.